صم وبكم اهو، صم وبكم اهو، بيشتغل وبيدرس. هو المطعم ما ينفعش كله يبقى صم وبكم. الفرع ده اشهر فرع كنتاكي في مصر، تفتكروا ليه؟ اهلا بيك، انا سليم. لو دي اول مره تشوفني على الشانل ادخل اعمل اشتراك في القناه حالا عشان تشوف كل الفيديوز الجديده. بنعمل ترافل دوكيومنتريز وفيديوهات عن السفر بشكل عام. اشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل الفيديوز الجايه. ايه المميز في الفرع ده عن اي فرع تاني؟ وعلى فكره انتوا لما تدخلوا الفرع هتلاقوا في ناس اوريدي بتتكلم، فلو انت داخل تاوردر ممكن تاوردر عادي، ولو حد من الناس الصم والبكم يقدر ان هو يوردر، بس يوردر بطريقه مختلفه شويه. تعال نشوف ازاي ان انا اوردر وايه الاشارات اللي ممكن استخدمها عشان اقدر ان انا اوردر طلب سريع. فكره بقى الموضوع المميز ان انتوا لما بتدخلوا بتلاقوا ده زي تيبل كده موجود فيها كل اوردرز. طبعا مش هدخل اسال ايه اللي موجود، فانت بتلاقي نفس الحاجات اللي انت عايزها كلها. هناخد ده او هنوردر ساندوتش فرايز مثلا. هنجرب ان احنا نقول الكلمه او نقول الاوردر اللي احنا عايزينه، بس نشوف ازاي ممكن نترجمه للهجه الاشاره. يعني ساندوتش اوكي كده بيبسي، ده بيبسي اوكي. كده هنا كده تيك اواي. طيب لو انا هاخد مثلا عاوز وجبه كده وجبه كده فراخ كول اوكي كده بيبسي. ولو دايت ازاي؟ حلو. انا عاوز ان انا اطلب الحاجه سبايسي، فسبايسي معناها كده سبايسي كده عادي اوكي. حلو. دي الخلطه الاصليه اللي هو بيزك ما فيهوش اي اضافات. بيزك اوكي كده. لا من غير طماطم، من غير خس اوكي. كده من غير مايونيز، جبنه تشيز اوكي، اكسترا تشيز اوكي. حلو قوي. دي اكتر حاجه بتميز الفرع هنا عن اي فرع كنتاكي بشكل عام. مبدئيا العميل بيكون مبسوط جدا من الطريقه اللي هي بيتاخد بيها الاوردر. تمام. بيتعلم حاجه جديده ممكن يستفيد بيها بره. لو شاف مثلا بيتعامل مع الصم وبكم داخل المطعم، ازاي لو قابله واحد بره صم وبكم ازاي يتعامل معاه. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي لما العميل ممكن يستفيد بيها من خلال تجربته. لو دخل في مطعم فيه بيدار بالصم والبكم، ازاي يتعامل مع واحد صم وبكم لو قابله في الشارع، هيتعامل معاه ازاي؟ بنتعامل معاهم من خلال الاشارات. يعني خروج الطبخ، اول ما بتخرج الطبخ من الماكينه في الارم باشاره بيعرف ان الطبخ طلع. هو المطعم ما ينفعش كله يبقى صم وبكم، فبيبقى في الاغلبيه العظمى يعني 90% من عندي من العماله كلها صم وبكم، و10% بيتكلموا. دلوقتي احنا بقى هنتكلم مع ناس اوريدي بتشتغل من المكان. مصطفى هيترجم لهم ايه اكتر حاجه بتعجبهم هنا في المكان كشغل بشكل عام. انا بقول لهم دلوقتي السؤال بالظبط زي ما سالتوني، ايه اللي انتوا لقيتوه هنا المميز في كنتاكي اهوت. فكله قال لك ان هو مع بعض الصم والبكم يبقى احسن. لقوا نفسهم في المطعم هنا عندي هم مع بعض، غير ما تشتغل مع واحد بره في اي شركه ثانيه او اي فرع ثاني. هنا واخدين على بعض وكلهم كويسين مع بعض. محمود واخد عندي هنا ذا بيست كوكر فور KFC. حسن طالب جامعه وبيشتغل. وده احمد جامعه القاهره برضه كليه تجاره. صم وبكم اهو، صم وبكم اهو، بيشتغل وبيدرس. هل بتعرفوا تتعاملوا مع زمايلكم بشكل طبيعي وبسيط وسلس، ولا بتحسوا الموضوع فيه مشكله او فيه صعوبه في التعامل بشكل عام؟ كلهم بيقولوا تمام. تمام معناها مفيش مشكله. الولاد بطبيعتهم الصم والبكم بيبقوا طيبين ودودين. ودودين وطيبين. ازاي؟ انا مبسوط قوي ان انا قابلتكم واحد ومبسوط قوي ان انا اتكلمت معاكم بابتسامتكم الجميله جدا دي، وحقيقي انتوا حاجه تشرف جدا جدا جدا. شكرا ليكم. الصم والبكم ما بيسقفوش، هي دي العلامه بتاعتهم كده. كده اللي هي زي التسقيف. كده زي التسقيف بالظبط. حلو قوي. اتمنى الفيديو يكون يعجبكم، وبجد فيديو ملهم جدا ومختلف قوي. تفتكروا ممكن كل المطاعم في مصر تشغل ناس من الصم والبكم وذوي احتياجات بشكل عام؟ اعتقد دي لو اتعملت هتبقى حاجه مميزه ومختلفه جدا جدا. وفي الاخر اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشتركوا في القناه وتابعوا كل الفيديوز الجديده. انا سليم، سلمكم الله.